صباح الفل. طبعا ما فيش شك ان كلية زراعة من اهم الكليات على مر الزمن وهتزيد اهميتها اكتر في المستقبل. في الفيديو ده هنعمل ملخص سريع عن كلية زراعة، مجالات دراستها، مجالات الشغل بعد التخرج، وهنحكي معاناة المهندس الزراعي مع معظم الناس اللي مش فاهمة اي حاجة عن الكلية اصلا. وكل معلوماتها عن الكلية اننا بنزرع بذرة بتطلع شجرة. تابعوا معايا الفيديو واوعدكم نظرتكم عن الكلية تتغير تماما. اهلا بيك مرة تانية. هنرجع بالزمن حبة حلوين ونبدأ الحكاية من الاول. في طالب خلص امتحانات تالتة ثانوي الحمد لله وطلعت النتيجة، وبعد كده نتيجة الترشيح طلعت بإنه اتقبل في كلية زراعة. تم ترشيحك لكلية الزراعة، ابسط يا عم، بقيت مهندس زراعي قد الدنيا. من اللحظة دي كل الناس في حياتك من أول أهلك لحد عم عبده البواب هيتقسموا لفريقين. أول فريق دول بني آدمين بيفهموا وفعلا عارفين قيمة وعظمة المجال ده كويس قوي، وفعلا هيشجعوك جدا ويحسوك بقيمة مجالك اللي هو أصلا عظمة. هيتقال لك ألف مبروك يا باشمهندس، برافو عليك، انت اخترت الكلية أو المجال الصح، ربنا يقويك في اللي جاي. الفريق التاني مش هنقول عليهم حاجة، هم فريق مش فاهم أي حاجة عن الكلية. تمام، دول بني آدمين المفروض إن هم يفهموا ويقروا عن حاجة قبل ما يتريقوا عنها. هتلاقي ناس بتقلل من المجال اللي هو حتى زراعة مقتصرة على الزرع بس والكلام ده كله، وده مش صح أبدا. خد نفس عميق واستقبل الروح الخليل الكوميدي اللي جواهم. هيتقالك كلام كتير قوي. حد تاني هيقولك هتدخل زراعة قسم خراطيم، هتعمل مشروع كتاكيت، هتحلو البقرة. زراعة قسم ذرة عويجة، هيعلموكوا ازاي تزرعوا البذرة وتطلعوا شجرة، هتقيس الزرع كام سنتي، كلام كتير قوي تافه شبههم. احنا الكلام خدنا ونسيت اعرفكم بنفسي. اسمي أميرة طه، خريجة كلية زراعة الشاطبي في اسكندرية، دفعتي 2020، متخرجة من قسم زهور وزينة وتنسيق حدائق اللي هو لاندسكيب. والحمد لله اشتغلت مهندسة لاندسكيب في أكتر من مكان. يعني فيديوهات تانية عن اللاندسكيب بالتفصيل وهنحكي فيها، بس نرجع لموضوعنا. نتكلم الأول عن أقسام كلية زراعة. هتكلم بالنسبة لكليتي اللي هي زراعة الشاطبي اسكندرية. بتختلف من محافظة للتانية على حسب عدد الأقسام والتخصصات اللي فيها ايه. احنا هنا في زراعة الشاطبي أقسامنا 19 قسم. بيكون من أول سنة تالتة، يعني حضرتك هتدرس 19 قسم في سنة أولى وفي سنة تانية. بيعتمد على حاجة اسمها الجي بي اي ده المجموع التراكمي في السنتين الأولى والتانية، بيتجمعوا على بعض وفي الآخر بيطلع مجموع زي مجموع الثانوية العامة، وبيتعمل تنسيق داخلي. بنشوف من نتيجة التنسيق ده هتدخلنا أنهي قسم. تمام. أول قسم هو قسم الهندسة الزراعية والنظم الحيوية، ده القسم الوحيد المتاح لعلم الرياضة. باقي الأقسام كلها متاحة لعلم علوم عادي. القسم ده بيدرس فيه نظم الري، الميكنة، تكنولوجيا الزراعة، تخطيط المنشآت والمساحات الزراعية، ألواح الطاقة الشمسية وغيرها. نيجي بقى لخريجي علم علوم، متاح ليه 18 قسم بحالهم، منهم 5 فيهم زراعات ويعني زرع وكده. باقي الأقسام كلها ملهاش علاقة بالزرع بتاتا. أول حاجة زهور وزينة وتنسيق حدائق، علم محاصيل، خضر، فاكهة، غابات وتكنولوجيا الأخشاب. بالمناسبة ده القسم ده مش موجود في أي كلية تاني غير عندنا في زراعة الشاطبي بس على مستوى الجمهورية. في قسم علوم الأراضي والمياه، علم وتقنية الأغذية، كيمياء ومبيدات، الوراثة، تنمية ريفية، علم الحشرات التطبيقي، الإنتاج الحيواني والسمكي، إنتاج دواجن، أمراض نبات، علوم وتقنية الألبان، الاقتصاد المنزلي، الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعية، والإرشاد الزراعي. مع احترامي لكل الكليات، بس أي كلية على الأكتر بيدرس مجالين، 3 4، عمر ما في كلية جمعت بين 18 مجال مختلفين. انت متخيل ان خريج زراعة دارس تخطيط هندسي، تصميم لاندسكيب، يعني بنستلم الارض صحراء وبنعمل لها تصميم وبننفذ التصميم وبنسلمها جنة. وده طبعا لازم نراعي فيه حاجات كتير جدا على الجوانب الهندسية، وده عينة من الشغل بتاعي. بندرس في الكيمياء، بندرس خواص تربة بي اتش، وبنستخدم السحاحة والاند بوينت، وبنتعامل مع المواد الكيميائية والتجارب والألوان والغازات السامة. بنعمل تحلية أرض، تحلية تربة، تحلية مية، واستصلاح أراضي، إنتاج فواكه وخضروات ومحاصيل، وأي حاجة بتدخل بق حضرتك إزاي نضمن إنتاجها بأعلى جودة. ندرس فسيولوجي نبات، وبنشوف النبات من جوه خلايا خلايا تحت الميكروسكوب. بندرس وراثة وطفرات وانقسام خلايا وفصائل دم وتهجينات. بندرس مايكروبيولوجي ووراثة،
وبنعمل زراعة أنسجة في المعمل، وبنعقم الأدوات في الأوتوكليف، وفي دبلومة كاملة بتتيح ليك إنك تفتح معمل تحاليل طبية. يعني لو بندرس اقتصاد ورياضة وإنجليزي وحقوق إنسان، بندرس إنتاج داجيني وسمكي وحيواني، فود سيفتي، إزاي نكتشف تلوث وتسمم الأكل قبل ما يوصل لبق حضرتك وتاكله، وده في احتمال كبير أوي لو حضرتك كلته يسبب لك تسمم وبيؤدي للموت أحيانا. بنعمل اختبارات للبذور، حيوية البذور، واختبار الإنبات. وكفاية أوي الأسامي اللاتيني اللي بنحفظ بيها الزرع. بندرس الأخشاب وأنواعها المختلفة، مراحل صناعتها، إزاي بنصنع الورق اللي حضرتك بتكتب عليه، بنصنع إزاي الأساس، بنكشف إزاي عن جودة الأخشاب. ودي نبذة صغيرة جدا عن اللي احنا بندرسه. بالنسبة للشغل بقى، دي أهم نقطة بتشغل تفكير أي حد داخل الكلية. متاح لينا نشتغل كذا حاجة: معيد في مركز بحوث زراعية، مهندس مصانع أعلاف، مهندس لاندسكيب، مدرس في مدرسة ثانوي، مهندس مصنع أدوية، حجر زراعي في المواني، مهندس إنتاج، مهندس جودة، مهندس في مزرعة لارج أنيمال، مزرعة نعام، مهندس مكافحة، أخصائي تحاليل، وغيرها. ما يكونش طولت عليكم، بس كان لازم كل الناس تفهم قيمة كلية زراعة ولو حتى نبذة صغيرة عنها، لأن كل الناس اللي بتشك إنها كلية عظيمة بجد بيصعبوا عليا والله، لأنهم مش فاهمين أي حاجة. أيا كان مجالك، مفيش مجال هتدخل وضامن 100% إنك تشتغل. الشغل ده رزق، والرزق بإيد ربنا. في النهاية شكرا لكليتي ولدكاترتي العظماء اللي بحبهم جدا، دكاترة زراعة الشاطبي. لو حد عنده أي سؤال أو استفسار يسيبولي في الكومنتس وهرد عليه. السلام عليكم ورحمة الله.